بالنسبه لك انت بتبيعه مثلا باقل بكتير؟ احنا في السوق عندنا بص اهو كده بيعض. عض ما فيهوش اي خطر. بصوا يا جماعه. طب والله كويس يعني حلو قوي الحكايه دي. يعني هو بيعض اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا ماسكه وهو بيعضه. مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول اهو. مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة اللي يعرفني يعرفني واللي ما يعرفنيش، أنا اسمي أحمد شويبس. وطبعا كلنا عارفين إن قناة نجاح بلا حدود بتعمل الفيديوهات بتاعتها بناء عن مشاريع ناجحة أو نوع تجارة مربح. يعني أي حد من أسرة قناة نجاح بلا حدود اللي هو أنتوا طبعا، إحنا دايما بنحرص على الإفادة لأسرة قناة نجاح بلا حدود. وأسرة قناة نجاح بلا حدود يعني جمهور قناة نجاح بلا حدود. ازيك يا ابو حميد؟ احنا النهارده بقى طمعانين ان انت تورينا انواع التعابين واحجام التعابين، وطبعا توضح ان هي طبعا مش سامه. بالنسبه انا شايف كده تعابين كبيره وتعابين صغيره. مصر عامه فيها 30 نوع من التعابين، في منهم جزء سام وجزء غير سام. التعابين السامه اللي في مصر بنقسم لحاجه اسمها كبرى مشرعه وكبرى بخاخه او الكبرى الباسقه. في 3 انواع من الحيات، حيه مقرنه، حيه بدون قرون، وفي الحيه الثالثه اللي هي الحيه الغريبه، وفي حيه رابعه اسمها حيه صلاح. لكن التعابين اللي احنا طبعا لكن التعابين اللي معانا كلها غير سام. غير سام. في اسم طلع كده حاجه كده وانت بتتكلم برضه عنها. انا سامع صوت. ده تعبان نصف سام. ايوه اسمه ابو السيوف. تعبان نصف سام، سمه بيأثر على فريسته مش على الانسان. سمه ايه؟ بيأثر على الفريسه بتاعته، ربنا وهبه سم عشان يأثر على الفريسه اللي هو بياكلها بس. كأنه مثلا كفاره او طير يأثر عليه. لكن غير كده انسان اي حاجه عضته ما فيهاش اي اذى. طبعا يا جماعه احمد السكندري هيزود لنا شويه معلومات ما قلناهاش في الفيديو القديم اللي هو اول حاجه بنتكلم عن الزواحف بصفه عامه. الزواحف بصفه عامه بتنتمي لفصيله اسمها ذات الدم البارد. تمام. عامه بقى الزواحف اذا كانت سلحفه او تعبان او اي نوع من الزواحف، سحليه، برص، اي حاجه. تمام. طبعا الحلقه دي عن التعابين فهنتكلم عن التعابين بس. التعابين بس في العالم عامه في 3600 نوع تعبان في العالم عامه. فاهمني؟ انا بوضح الحته دي عشان مش اي حد يشوف تعبان يقتله، يبقى عارف الفرق بين السام والغير سام. في العالم كله 600 نوع بس سام، دول اللي بيقضوا للقتل. طب احنا بقى خلينا في مصر. في مصر في حوالي 36 نوع. 36 نوع. في منهم بعضهم سام وفي بعضهم نصف سام وفي الغير سام خالص. السام ده اللي هو بيقضي للموت على طول. تمام. النصف سام بيأثر على البشر في حالة واحدة بس. تمام. إذا كان لو طفل صغير أو واحد مسن كبير أو واحد عنده مثلا قلب أو مناعته قليلة خالص. تمام. السم يأثر فيه بس مش هيموته. آخر سخونية. تمام. آخر سخونية مثلا ممكن ورم مطرح العضة بس ما يموتوش. احنا بنتكلم كده عن اللي هو النصف سام. النصف سام عنده أنياب خلفية هنا كده بتبقى ورا، لكن السام أنيابه بتبقى قدام. تمام. الأنواع السامة اللي في مصر في عندك الكبرى، وفي الحية الغريبة والحية المقرنة، الحية القرعاء، الحية الكاذبة، وبس دي اللي حاليا الأنواع اللي في مصر دي السامة. تمام. أما الأنواع اللي هي النصف سامة زي أبو العيون، زي مثلا أبو السيور، الجداري، الأنواع دي بتبقى سمها على الفريسة بس. على الفريسة بس بالظبط. يعني العضة بتاعتها بتأثر على فريستها بس. أو السم اللي هو بيديهوله بيتأثر على الفريسة. دول 9 أنواع اللي هو النصف سام. طبعا بقى الأنواع الغير سامة كتير في مصر، منهم الباحث الدودي. يعني في انواع كتير قوي في مصر غير سامه، عشان كده معظم الانواع اللي بتطلع لنا مثلا في البلد عند مثلا حد زراعي او مثلا بتطلع لنا في البيت انواع غير سامه خالص. زي الارقم الصحراوي ده موجود في الصحراء، الارقم البيتي ده معظم التعابين اللي بتظهر في البيوت، في الازرود المنزلي وفي الازرود الجبلي دي انواع من غير سامه خالص.
يعني احنا دلوقتي يعني طبعا في حاجات ينفع ان احنا نربيها، وفي حاجات خطر وفي ان احنا حاجات نربيها. ان احنا ما ينفعش ان احنا يعني حاجه نربيها. نصف سامه زي ده مثلا، ده ابو سيور، ده نصف سام. نصف سام بس يعني لو بس لو عضنا ما يعملش اي حاجه، وانيابه حاجه تافهه جدا يعني اهو، وري كده ما بيعملش ده. اي حاجه. هو اصلا عايز يسيب، عضته ما بتعملش اي حاجه. طبعا يا جماعه انتوا زي ما انتوا شايفين كده، في تعابين ان احنا ينفع نربيها، وفي تعابين ما ينفعش ان احنا نربيها. فطبعا عايز اقول لكم احنا بنتكلم بشكل عام عن التعابين. وطبعا زي ما احنا قلنا في الحلقات، ان دايما اي حد بيشوف اسعار احنا بنزحها على، يعني انا عايز اكد على المشوار الاسعار دوت. دي بتبقى مختلفه من مثلا من فصل لفصل. يعني مثلا ابو السيور في الشتاء بيبقى سعره قليل، لان هو اصلا الموسم بتاعه شتوي. وممكن حد يتفرج اه على الفيديو بعد بعد مثلا سنه، بعد بعد سنة، شهرين، بعد بعد شهرين، بعد ثلاثه، الحاجات دي 3. طالعه نازل، فاهمني؟ ممكن تلاقي اسعارها في مره طالعه، وتلاقي في اسعارها في مره نازله تاني. يعني بمعنى صح يا جماعه، احنا عايزين نوضح ان ان السعر اللي بنقوله ده السعر تقريبي. اللي بنقوله دوت تقريبي، ممكن يطلع وممكن ينزل وممكن بالظبط، يفضل زي ما هو، على بالظبط كده. حسب الفيديو عدى عليه قد ايه. علشان في ناس كتير دايما يعني في حاجات بيتفرج عليها وبتبقى غاليه وبترخص، فبيقولوا الناس دي مثلا بتبيع غالي، بتبيع الكلام ده. لا يا جماعه، احنا الحاجه بيبقى فيديو قديم، او مثلا ما بين فصل طبعا فصل الصيف الصيف او او فصل الشتاء. الشتاء. طيب احنا طبعا كنا بنوضح يعني الموضوع دوت، وبنزود لكم شوية معلومات في قلب الفيديو. وتعالوا نكمل الفيديو تاني. حتى السنان بتاعته، اه يعني بص كده اهو، السنان بتاعته سنان شبه سوك السمك. اه سنانه ما فيهاش اي خطر. يعني انت لو حتى لو عض بني ادم ما ولا فيهوش حاجه، اي ما حاجه، فيهوش اي ما حاجه. فيهوش اي حاجه. حتى هو السن هو في طبعا المعرض. احنا بنشوف يا جماعه ان التعابين ديت بتتباع في الاماكن اللي هي تبع الزينه، وطبعا الناس الهواه، ودي تجاره زي اي تجاره، اي مشروع احنا بنعملوه. زي ما حضراتكم شايفين تعبان اهوت. بس انا سامع زي صوت برد كده الصوت بتاعهم ده، الصوت بتاعهم حاسس الهواء لما بيتنفس بتاعهم بيطلع مخرج معين من مناخيرهم، كانه بيبخ يعني. فحيح، اسمه فحيح. اسمه ايه؟ فحيح. فحيح. وده الصغير بتاعه، هو نفس النوع بتاعه، بس ده الصغير بتاعه. ده الصغير بتاعه. طبعا كل تعبان من دوت بيبقى ليه سعره، بس طبعا بيبقى اقل من بره. اقل من طبعا يا جماعه احمد اسكندر يا جماعه بيبيع الحاجات ديت بجميع انواعها، واقل من بره، للناس اللي هي التجار، والناس اللي هي عايزه طبعا الهوايه اللي عايزه طبعا اي حاجه. رقم استاذ احمد هيظهر على الشاشه في داخله الفيديو وخارجه الفيديو. طبعا بالنسبه طبعا للتعبان دوت كده، يعمل له كام جنيه؟ ده التعبان ابو السيور بيبدا، ابو السيور يعتبر من ارخص التعابين في مصر. انا شايف برضو حاجات اصغر شويه وحاجات اكبر. هو نفس النوع. طلع لنا كده شويه كده نفرج الناس. ده كلهم ابو السيور. في نوع اسمه ابو السيور ملس وابو السيور مخطط. ده المخطط وده الملس. ملس يعني من غير خطوط. من غير خطوط. ده نوع وده نوع. لا الاثنين نفس نوع واحد، بس يعتبر كطفره. يعتبر كطفره. ماشي. ابو السيور مثلا بيبدا سعره في الاسواق من اول مثلا 30 جنيه. 30 جنيه اللي هو اللي زي مثلا الصغير، مثلا صغير خالص من اول مثلا 30 جنيه. اللي هو الصغير دوت. بيوصل لحجم زي ده كده، مثلا بيوصل لحد 150 180. ده السعر اللي بنطلع بيه في السوق عندنا. طبعا ما ثواني كده. طبعا يعني ما نقدرش نحدد عمره ولا نحدد عمره؟ لا ما حدش حدد عمره، بس تقريبا فاهم يعني. مثلا ده لسه صغير، لسه ما بلغش. لسه صغير. فاهم؟ ده مثلا حاجه كبيره. طب احنا النهارده طبعا دوت بيعمل له كام مثلا؟ ده مثلا من 180 ل 150 في الرينج ده. طبعا بره بقى؟ لا ده السعر اللي بيتباع بيه. اللي بيتباع بيه بره. ده جملته ممكن تعمل حدود 100 جنيه. 100 جنيه. بس بيفرق مثلا 80 50. بيظهر مثلا، بيفرق مثلا في حجمه، اذا كان تخين رفيع، في بيبقى حاجه اطول من دي. طبعا المكان اللي بيبيع فيه طبعا، اذا كان راقي، اذا كان بالظبط. كل واحد على حسب الطبقه اللي هو بيبيع فيها. طبعا اي حد هيتصل بيك يا ابو حميد على مشوار التعبين دوت، حد عنده طبعا محل زواحف يا جماعه، اللي هي طبعا محل العصافير والبغبغانات والاسماك والحاجات دي، ساعات بتبقى فيها مساعده طبعا لاحمد. القاهره كلها محلاتها كده. فاهم قصدي؟ طبعا ما بين دوت وما بين دوت، لكل تعبان ليه سعره. وطبعا يعني ممكن انا شفت مثلا تعبان زي دوت بيعمل مثلا 100 جنيه. 100 جنيه في محل مثلا في حته مثلا زي مثلا سان ستيفانو، زي مثلا ميامي، بس مش الحجم ده. مش الحجم ده. يعني مثلا ده مثلا كيلو في المحلات بيبقى عامل 50 جنيه. 50 جنيه لان هو جملته بتبقى عامله من اول 25.
طبعا بالنسبه لدوت يعني بالنسبه لك انت بتبيعه مثلا باقل بكتير. احنا في السوق عندنا بص اهو كده بيعض، عض ما فيهوش اي خطر. بصوا يا جماعه. طب والله كويس يعني حلو قوي الحكايه دي. يعني هو بيعض اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين، انا ماسكه وهو بيعضه. مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول اهو، مجرد ما بتسيبه بيسيب ايدك على طول. طبعا مكان العضه ما فيهاش اي حاجه، يا دوب بس نقط صغيره كانه شوك الشبك بس. طب كويس ان هو عمل كده قدام الناس. زي ما حضراتكم شفتوا كده يا جماعه، النهارده قدمنا ليكم اسعار التعابين في مصر، وطبعا لجميع يوجد لنا شحن طبعا لجميع المحافظات. لجميع المحافظات. احمد بيشحن طبعا لغايه اسيوط وقنا وسوهاج والقاهره اي حته، وكان طبعا سردنا ان هو من غير سم. وطبعا كان معاكم احمد اسكندر واحمد شوبس كان معاكم يا جماعه، وان شاء الله الحلقه اللي جايه هيقول لنا ازاي بنربي، كيف تربي الثعبان في الحلقه اللي جايه. والنهارده الحلقه ديت علشان خاطر نقول لكم اسعار التعابين بسعر الجمله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبكم. مفيش حدود، مفيش